صلي وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في يوميات منال وتوته. اولا كل سنه وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده، انا الفيديو اللي فات قلت لكم انا ما كنتش هعلق زينه، لان انتوا طبعا عارفين ان انا كنت بعلق قبل رمضان بفتره طويله، وبوريكم الروف وبرصه ازاي والكلام دوت. بس السنه دي بالنسبه للظروف اللي انا حكيت لكم عليها، فما كانش ينفع بصراحه لغايه امبارح ليله الرؤيه. النهارده كل سنه وانتم طيبين، اول يوم رمضان. فامبارح رحت جبت الحاجات ديت، مش كلها، في كتير عندي قديم. الدلاية اللي عدت ديت جبتها ب40 جنيه، وديت اللي هي الستارة جبتها ب150. ودي حاجة كده برضو بتحط ديكور مكتوب فيها رمضان كريم، برضو دي جبتها ب40. دي مفارش انا كنت جايباها قبل رمضان، كان المفرش ب20 جنيه. مش المفرش، كانوا 6 مع بعض. فانوس رمضان اللي فات وفانوس رمضان اللي فات. والفوانيس دي جبتها من العتبة، الواحدة ب100 جنيه، عندنا هنا ب250. واللي هي التانية دي ب30 جنيه، دي 4 متر. وحاجات للتلاجة. المهم دي مفارش، المفرش ب10 جنيه. ماشي. طبعا انا السنة دي زي ما قلت لكم انا مش هنرمضن في الروف. ففي الشقة كده جبت شوية ديكورات بسيطة كده. الكوشنات ديت الواحدة بخمسة كانت ب30، وانا جبتها ب25. والمفرش جبته ب80 جنيه. تمام. ديت حاجات بيتحط تقديم، بيتحط عليها الاكل. هي خشب، اللي هي احنا بنقول عليها قرمة. دي بيتحط عليها الاكل. جبت الواحده ب15 جنيه من عند صابر السني. ماشي. المفارش دي طبعا بصوا، انا الصواني دي كنت جايباها قبل رمضان. من النمكي كنت جايباها الواحده ب20 جنيه. والمفارش طبعا قلت هقصها واحطها فيها ايه، ديكور كده، ايه شكل يعني مختلف شويه. احط عليها مثلا كوبايات، احط على حاجه تبقى ايه، مديه للديكور بتاع رمضان. السنه دي انا ما جبتش اي حاجه خيميات خالص، زياده على المفارش اللي انتوا شفتوها ديت. لان السنه دي زي ما انتم شايفين كده رمضان في الشقه، مش هنروح الروف. انا والله نضفته وموضباه وكده، بس بصراحه السنه دي مش حابه ان انا اقعد فيه. بقعد فيه كل سنه بصراحه. الهوا هناك بيبقى شديد، وانتوا زي ما انتم شايفين اليومين دول لخبطه، شويه برد وشويه حر. فانا قلت لا، انا هوفر على نفسي ايه، هوفر على نفسي ان انا اقعد السنه دي في رمضان ايه هناك، وافضل شويه ساقعه وشويه مش عارفه ايه. لا، قلت لا، السنه دي ايه، هخليني هنا في الشقه. تمام. فزي ما انتم شايفين كده ايه، يعني هحاول كده اظبط الدنيا. هو مش الحاجه الواو، بس يعني عارفين اللي هو في الاخر هيديك شكل، يعني شكل حلو. تمام. اهوت. انا بحاول اعمل اللي هي الصواني وكده. هنا طبعا هعلق الستاره ديت. هي بصوا على فكره، يعني هي بس فك صعبه، يعني صعبه في فكها شويه. طبعا انا الشغل اللي بعمله ده كده، انا كده المفروض ان انا يعني ايه، قبل السحور بشويه يعني. ساعة السحور كان كله تمام. اهو. ان شاء الله ادعوا لنا كده، ربنا يقوينا ان شاء الله، ما يجيبش حاجة وحشة يا رب. واحاول ان شاء الله ان انا انزل فيديوهات برضو ايه. في رمضان السنة اللي فاتت كنت ملتزمة جدا، وكنت بنزل فيديو كل يوم، وكانت الدنيا بصراحة. السنة دي برضو هنقول الحمد لله، الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل. و... وان شاء الله ربنا يكرمنا وننزل لكم فيديوهات بإذن الله على طول. مم. انا بعلقها طبعا بالدبل فيس، عشان بصراحه ما ينفعش، هي المفروض بتبقى على الحيطه. بس انا يعني حبيت ان انا احطها في الجبسن بورد، لان بصراحه حرام ان انا اخرم في الحيطان ديت. ماشي. فقلت لا، هخليها من جوه كده ما تبانش. بالدبل فيس تلزق ايه احسن من انا. وطلع بصراحه شكلها احلى من ان هي تتحط، بصوا شكلها احلى مما هي تتحط على الحيط. طبعا انا كل ما اخلص حاجه اوريكم بتتعمل ازاي، بس طبعا الشكل النهائي ايه هيفرق طبعا. المفروض ان السلك ده طبعا اعمله على الحيطه هنا كده برضو. انا عمرو عندي، بس عمرو اخويا عندي، فهو المفروض بصراحه عايز يساعدني. قلت له لا، خلينا انا كده كده بصور ايه، وبعدين بعمل حاجه مع نفسي. اللي هيتعثر معايا ومش هعرف اعمله هقول لك اعمله لي. طبعا دي الحاجات اللي هي اباجورات الملح. تمام.
اللي هينفع يتحط في الديكور هحطه، مش هينفع هشيله بقى. ايه نبقى ان شاء الله ربنا يدينا ويديكوا العمر، ممكن ايه بفرشه مع العيد لو في نصيب. تمام. اهو. انتوا عارفين والله على كده انا ما عملت اي حاجه السنه دي لرمضان خالص، ولا تفريزات ولا اي شيء. ماشي. انا كل اللي بعمله دلوقتي وانا بكلمكم كده، انا قبل الفطار مفيش قبل الفطار بحوالي ساعتين اهو واقفه بسيح سمنه. ماشي، لاني بصراحه ما عملتش اي حاجه، يعني واقفه بسيح سمنه اهو، عشان طبعا انا جبت السمنه وحطيتها في الفريزر، ما سيحتهاش. فبسيح شويه كده، ايه اللي هم يقضوني الكام يوم اللي هم القداميين دول، بعد كده اسيح براحتي الباقي. طبعا انا برص اهوت مش هتعجبني الرصه هعيدها تاني. ايوه كده، هنا احلى. بصراحه الفنانيس ديت انا المفروض بجد يعني لما رحت العتبه اتصدمت في اسعارها. ليه بقى؟ يعني انا عندي هنا في المكان اللي انا فيه ده بيبيعوا ب 250 جنيه، فروحت العتبه لقيتها ب 100 جنيه. ففرق بصراحه، فرق كبير جدا، يعني انا ما توقعتش الفرق ده. فقلت طب كويس ان انا ايه جبت من العتبه احسن. بصراحه لو هنا ما كنتش هجيبها، مش هضحك عليكم يعني. حرام ان انا اجيب اتنين ب 500 جنيه، حرام. وفي الاخر هي كده كده يومين بس، هي فرحه يعني. انا متعوده طبعا كل سنه ان انا بعمل هيصه وزيطه كده قبلها بفتره، بس الحمد لله يعني نحمد ربنا. برضو الحمد لله جه علينا اول يوم رمضان اهوت، برضو الدنيا متظبطه، ما فيش اي حاجه ناقصه الحمد لله. وبصراحه يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه والله. بصوا، نعم يا توته. لا لا. ماشي يا حبيبتي، اوكي. لا انا هاجي اعملهم حاضر. فطبعا عايزه اقول لكم ان والله بصوا الفرح لا بالزينه ولا هي، طبعا هي عادات احنا وانا من الناس اللي بحب يعني ملتزمه بالعادات بتاعت مثلا الموسم والنظام رمضان والعيد والكلام ده. انا متعوده بصراحه من زمن الزمن ان انا ليا يعني الطقوس دي ما بحبش اغيرها. بس السنه دي الوضع اختلف بجد. آه، ان تعب الحاج وكده فالواحد نفسيته تعبانه، فما جايلوش نفسي يعمل اي حاجه. فاهماني؟ فعايزه اقول لكم ان ساعات بتبقى الواحد مثلا يقول لي أنا ما جبتش حاجه السنه دي معلقه الزينه. لا، الموضوع لا موضوع زينه ولا موضوع غيره. الموضوع موضوع ان انت تكون الدنيا هديانه السر كده، وما يكونش في مشاكل، وما يكونش عندك حد تعبان. بتبقى الدنيا حلوه، ومش هتفرق زينه او غيره بصراحه. ده اللي يعني الواحد اكتشفه السنة دي بالنسبة للظروف اللي احنا فيها. فالواحد يدعي يقول الحمد لله طبعا. كل اللي بيجيبه ربنا كويس، وربنا ما يجيبش حاجة وحشة لحد، وربنا يشفي كل مريض يا رب. رمضان كريم، وربنا أكرم من الكل. إن ربنا يشيل عن أي حد آلامه يا رب. وهقول لكم إيه، كل سنة وانتم طيبين. طبعا كده الكوشنات اهي ركبتها. طبعا الكوشنات ديت اللي هي بتاعت الروف. قولي يا توته. قولوا لها يا جماعة كل سنة وانت طيبة في الكومنتات. قولي عايزة ايه. قولي طب ما حدش يقول اللي انا طب متعوده. توته بيبقى مقضيها. بصوا فاطمة عاملة فيا عمال اليومين دول، طالبة معاها مقالب. شوية تحط كاتشب على ايديها وتيجي تقول لك اتعورت، شوية تلف ايديها بالدبل فيس، مش بحاجة يعني، وتقول لي ايديها متعورة. قولي يا تقولي لهم يا توته ان انت متعورة. بس اه انا متعوره وياسين معور. ماشي، هي متعورة وجارنا عورها، طفل زيها يعني، فهي بترمي بلاها عليه. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا معلش انا خدتكم في مواضيع تانية. كده الركنة كده خلاص اهي. كده الجزء ده خلاص، بقى نروح على الجزء ايه اللي فيه طب والله طلع شكلها، طب عارفين والله الحاجة الرقيقة شكلها حلو برضو. يعني بصوا ده برضو تغيير للركن اهوت وبقى الحاجة شكلها حلو. هنا السفرة، بس نقفل البلكونة، اشيل المفرش ده. طبعا انا عندي كل القماش الخيامات بتاع اللي هو بتاع السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. انا بقالي من ساعة ما خدت الروف انا ما اشتريتش قماش. تمام. او من قبل الروف والله كمان، يعني في ساعة الروف انا ممكن اشتريت حاجات بسيطة. لكن الحاجات دي طبعا انتوا عارفين الحاجات دي بتاعت البيبان بتاعت الروف. فانا النهارده يعني امبارح حاولت ان انا ايه استغل، يعني اعمل اي ديكور كده. المهم ان انا ما اشتريش حاجة تاني من الاخر يعني. ماشي. والمنظر برضو يبقى شكله حلو. انا بلزق بالدبل فيس. هو في شيله بيبقى رخم بصراحة، بس يلا مش مشكلة. اهوت.
بصوا انا عندي اللي هو الخياميه ديت اللي هي المفروض ان انا افرشها على السفره دي. كانت ايه جايباها لي وانا في العمره، الكلام ده من 7 سنين. جيت لقيتها فرشالي الشقه وعامله لي ستاير ومعلقه لي حاجات اللي هي الحاجات دي زينه رمضان. فالستاير ديت القماش اللي هو الخياميه ده بقاله 7 سنين، مش اللي انا بعلقه ده، لا التاني دوت. قماشه جميل جدا وبجد مش لاقيه زيه دلوقتي خالص. يعني بسم الله ما شاء الله، اغسلي وفرشي بصي، شكله حلو وخامته حلو اهو. في منه طبعا حتة تانية انا بفرشها على الترابيزة. بصوا بقى، احنا ما بنفطرش على ترابيزة السفرة. احنا نفطر في الأوضة اللي فيها الليفن. فالترابيزة دي ممكن بقى احط عليها ايه، الصينية بتاعة القهوة، الصينية اللي اتحط عليها الكوبايات والشفشق والحاجات دي، واللي احتاجه ابقى اخده ايه بعد كده. وبعد كده اصبن الحاجة وارجعها هنا مكانها تاني عشان ما اسحمش المطبخ. تمام اهو. دي كوبايات، والحاجات ديت انا كنت مشتريها 6 كوبايات ب20 جنيه. والصواني الصينية كانت ب15، اللي هي المربعة والمدورة ديت انا كنت جايباها ب20 جنيه، بس كنت جايباها قبل رمضان. تمام. كانت قبل رمضان بفترة كمان، لأني كنت جايباهم من النمكي. ماشي. وشلتهم برضو ايه طبعا، دي بقية القماش هعمله مفرش على الكوفي هما كورنر. في ناس عايزين الشفرة. هناك بره يا توت. لا خدي احنا اهي. اهي اتفضلي. مهم. ده بكار برضو، حاجات قديمة دي كلها حاجات يا جماعة اللي هي بتاعت السنة اللي فاتت. بصوا اعمل بقى الجزء ده بس برضه والله يبقى شكله حلو اهو. هحاول احط دي على الارفف بس شكلها مش قد كده، فرجعت في كلامي، لا مش هتنفع. يا ريت بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ان شاء الله ينزل لكم كل جديد اهو. طبعا هحاول النهارده كل الحاجات اللي هي ايه يعني ما جبتهاش، هحاول برضو ايه انزل بعد الفطار كده اهو. بصوا بقى انا كل سنة بعمل ايه. ب... المفروض ان احنا كل سنة احنا بنفطر في بيتنا اول يوم، كل واحدة بتفطر في بيتها عادي. و... والخميس اللي هو كان التاني بنبقى كلنا عند الحاج. ماشي. وان شاء الله نبقى الخميس التاني عنده، لان هو المفروض هيبقى عندي، فانا مش عارفه لسه هيرضى يوافق يجي هنا عندي ولا لا. نعمل له عيد ميلاده زي السنه اللي فاتت عندي. فلسه ما خدناش قرار لان هو تعبان، فمش عارفه هيقدر ينزل ولا لا. المهم ان الخميس اللي جاي هو عيد ميلاده. فالنهارده طبعا انتوا عارفين اول يوم رمضان، كل سنه وانتم طيبين. فانا المفروض ان انا معرفاهم ان انا مش ان انا هفطر في بيتي. فانا بعمل ايه، بعمل كل سنه اقول لهم هفطر واجي ساعه الفطار بالظبط وهم حاطين الفطار يلاقوني ايه بخبط عليهم. فطبعا هم كلهم دلوقتي مقتنعين ان انا مش جايه، لان قلت لهم لا السنه دي انا هفطر في بيتي بجد، واقنعتهم ان انا هفطر هنا. ف وانا باذن الله قبل المغرب بنص ساعه بالظبط هتحرك اهو كده. بصوا بقى المنظر الجميل ازاي لما طفيت النور. بصوا الجمال. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعله رمضان كريم عليكم كلكم يا رب، على أمة الإسلام كلها. ويا ريت بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان إن شاء الله يوصلكم كل جديد. زي ما انتم شايفين كده، بصوا الجمال، الترابيزة بقت حكاية. طبعا كده أنا خلاص خلصت. فبقول لعمرو بقى خدني جولة كده بقى، حد يصورني يا جماعة، مش كله على الستاند.